ايه رايكم نفكه ونبيعه خردة؟ دي مش نكته، دي كانت الخطه في البدايه. 8000 قطعة حديد و2.5 مليون مسمار. 10,000 طن تور ايفل. البرج ده بناه جوستاف ايفل سنة 1889 بمناسبة المعرض العالمي في باريس، والخطة كان انه يتفكك بعد 20 سنة في 1909، ولكن هو ادعى وقال لهم ان احنا هنستخدمه في الارصاد وفي التجارب العلمية، وحط فوقيه انتنة فمنع ان هم يفكوه ويبيعوا خردة. لكن في واحد باعه مرتين لتجار الخردة الحديد هنا في باريس. من وراء القضبان قصة النصاب والحرامي المحترف فيكتور لوستيج اللي باع برج ايفل مرتين. شاف في جورنان في باريس ان عمليات الترميم بتاعة البرج ماشية بصعوبة وهتتكلف كتير، فانتهز الفرصة وعمل نفسه موظف عام وجمع 6 من اكبر التجار في باريس وقال لهم ان الحكومة بتفكر تفكك البرج وتبيعه خردة. فعلا في واحد صدقه وباع له البرج. ده زي اللي باع العتبة الخضراء في مصر. ما تنسوش تشير ولايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس.